وعليكم، كيف حالكم جميعا؟ يا من ابني مش مبين في الخيمة، إلي ساعة بدور عليه مش مبين، فصوته برا، فبدي أروح أشوف إيش يا من راقد تعمل. يا من مساء الخير، إيش بتسوي قاعد يا حبيبي؟ الدنيا سكة كتير آه قلت يا حرام إيش هو؟ تعمل بيت يا العصافير. يا حبيبي أنت بتفكر في العصافير؟ وإيش بدك تعمل؟ كيف بدك تعملهن بيت؟ قصيتها هنا هادي، آه قصيتها بيت. هذه مش الكرتونة اللي قلت أحط فيها أوعي حمود؟ سرقها؟ آه. ليش سرقها؟ أخذت قلت حرام. طب بدي أحط فيها أوعي حمود. يلا معلش. طيب إيش عملت؟ قصيتها. من وين قصيتها؟ أشوف ما شاء الله عليك، عامل يعني كمان عامل لهن باب. شوف بس أدعم الشبابيك لا من غير شبابيك هيك أحلى. بتنفسوا. بتنفس. طب كيف فهم؟ طب إيش بدك تحط كمان؟ إيش كمان بدك تعمل؟ يلا والله إيش بدك تحط؟ ليلية هاي. طيب حطها. وإيش كمان بدك تحط؟ وكمان عشب. من وين بدك تجيب العشب؟ نجيبه. طب يلا نشوف، تعال أجي معك نشوف من وين بدك تجيبه. استنى، وين بدك تروح يا من هالجيت؟ راح أجيب الجيت العشب. بدك تجيب عشب؟ والله يا جماعة الدنيا سقعة كتير كتير، شايفين كيف الهواء ثلج. يلا يرضى عليك يا من بفكر في العصافير. يا ريت من وين بدك تجيبه؟ تعال. ايه طبعا هذه الزرعة واللي فيها اليوم عشب نشفوا كل اشي. ايش بدك تجيب من هان؟ عشب. في عشب ناشف؟ من وين؟ أيوة من هنا. طب من وين فرجيني. كل هذا عشان العصافير؟ والله انك شاطر يا يامن. الدنيا سقعة على فكرة، المفروض ليش مش لابس جاكيتك؟ لقيت البس الجاكيتة. والله يا جماعة الدنيا سقعة كتير كتير، عن جد الدنيا برد. حبيبي يا يامن كيف بتفكر في العصافير؟ طب انت ايش اللي خلاك تفكر في العصافير يا حبو يا يامن؟ مش عارف. شاطر. كنت ألم وجيت مم. يا النار. طبعا أنا قلت إذا عمو أعطيني شكلة كرتونة. لو قال لي إيش خذ هاي كرتونة. طيب انا قلت احط فيها اواعي حمود، طرحت ايش؟ أخذتها وعملت فيها. يلا. والله أنا سقعت كتير. قلت حرام العصافير سقعوا. أنا قمت جراي جبت السكينة، جبت الكرتونة وقصيتها، وجبت العشب فرشتها. وإيش وين جايبة لون فيه كمان. طب يلا يلا يلا. هاي كمان نروح من الغير. طبعا يامن كتير كتير بحب الطيور، ويا بحب الزراعة، عنده كتير هوايات يامن. الله يحفظك يا رب يا حبيبي. يلا الموشة ليش جاية انتي؟ خلاص جيت وفرشته. تلمي مع يامن؟ يلا لمي. يلا خلي خلاص. الموشة تلم لك حب. وهيك نكون إيش جهزنا. هيك خلصنا. يلا نكمل الكرتونة. يلا. يلا امشي. استنى جراي وبعدين البس جاكيتك، شلحها هي في الخيمة. دير بالكوا أنا من أول مجهز عشب كمان. تعالوا نشوف كيف الكرتونة. يامين استنى. تعالوا شوفوا كيف أنا كده هجهز الكرتونة وأحط لها مية كمان خبز. كمان. دير بالكوا يا جماعة لازم تنشفوا الخبز. يلا الله يجزيك الخير. والله يا جماعة أطفالنا كثير فيهم خير، فيهم خير. كمل. وإيش تسوي؟ بعدين أروح أكمل الكرتونة. شاطر يا مول. ليش يلا. طبعا لقيت يا جماعة بجيب
العشب الباقي. يلا يلا بس افرد العشب، يلا يلا بس بجيب كمان عشب. افرد هذول يلا ونجيب الباقي. يلا انت محضر كاين عشب قبل؟ كمان. يلا حط. لا بجيب، انا مخبيه في نيلية احسن عشان افرد النيلية هان. طيب اجري يجيب يلا. والله انك يا من شاطر، شوفوا كيف ما شاء الله، يعني قصصها وعمل لها من هنا باب بفكر، مع انه انا متاكده العصافير مش حتنام، العصافير بتنام فوق الشجر وعشاش، لكن بفكر مجرد انه فكر في الطير انه ما يسقعش. والله هذا احساس عظيم. اطفالنا اطفالنا غير عن اطفال كل العالم، والله يا جماعه اطفالنا فيهم خير كبير كبير. حسبي الله ونعم الوكيل. كمان محضر عشب ما شاء الله عنك. يلا جدع يا من جدع. يلا ايش نسوي؟ ماما الأولى كمان نيلية كمان. لقيت الدنيا المغرب كذا المغرب. ايش تعالي سويت؟ امسكي لي هذا. امسكي له يا الموس ساعديه. شوف ايش عملت، ما شاء الله عليك. قول هذا للعصافير. نيالهم العصفورات، نيالهم عصفوراتك. طيب وايش كمان بدك تسوي؟ مية. والله يا جماعة هذه فكرته مية لحاله. وخبز. مية وخبز. تحطي له مية وخبز يا الموس. شاطر شاطر، ربنا يعطيك. أنا بدي أجيب له. ربنا كثير يكفيك يا يامن، بدي أجيب عشان له انت بتحس بالطير. ورقة بالعز بدي أجيب له. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. بس تعملهم كمان إشي. ايش بدك تعمل؟ أتأدك بالشوكي. كمان لسه في افكار. مية وخبز. هذا ليش؟ عشان يناموا عليه. يا جماعة شايفين يا جماعة كيف الهواء والسقعة كتير كتير، الجو بارد كتير 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 برد، والله برد كتير كتير هواء ودوابع. طبعا لقيت بحر الجرهان عشان يجي العصفور يبيض ويولد. طبعا لقيت أجيب. العصفور حيولد هنا كمان؟ معقول؟ طبعا لقيت الصبح. الصبح نجيب مية هادي وأكل. طيب وأجيب إيش كمان وأقص يعني. تعال نقص مو ولا في ولا علبة فيه. بدك علبة آه. فاضية؟ لا ايش؟ هي المية. حط مية كمان. الله يرضى عليك. في علبة في السلة، هي في السلة، جيبها جراي نقصها سوا. جبتها يا يامن؟ علبة. لقيت هذه الخبز. هذه غطية المرتبان. يلا منيحة هذه. ايش تحط فيها؟ مية. حط فيها مية يلا حط. مية. هاي ورقة لا الخبز. بعدين بتحط مية، بس لقيتها جهزهم عندنا بندير مية. نشوف الكرتونة كيف في النهاية. هاي ورقة الخبز يا أما. شطورة. عاد حط فيها مية. وهنا وين ينام العصفور؟ هو وولاده. ايه الخبز. طبعا هان. بينام هان هو وولاده. والله إنك جدع يا يامن. طبعا هاي ورقة الخبز. هتحط لا حطها على علبة برضه أو غطاية أو حاجة. هذا أحسن عشان يطول العصفور. طب هات روح هات المية ندير له. يلا هات قربة المية نحط لهم مية. يلا وهات فتة من الخبز اللي كان ناشف. طبعا جبت القربة. يلا عبي هذه مية. أجيب خبزة. عبي هذه مية. طبعا تعال برا. يلا عبيها مية. يلا. شطور. حطها هان للعصفور. صلى عليك. يلا كده ضايل نجيب لهم نشوف لهم خبزة ناشفة وبنحط لهم. طب وين بدك تحط الكرتونة؟
بخبيها. يا الصبح بربط حبل وبعلقها. طبعا وبدك تخبيها وين؟ جوا. طيب وكيف العصفور بده يجي؟ الصبح. الصبح بدي أعلقها. وين بدك تعلقها؟ هنا طبعا. ها بده يقعد العصفور؟ آه. برضه كويس ممكن. الجو الأغربة في الدنيا يا جماعة، والجو الدنيا المغرب أذن المغرب، الجو برد جوا. ما شاء الله. وهيك الكرتونة تاعت يامن بتكون إيش جهزت. هي عمل لهم هيك. بعد هيك أنت حتسكرها طبعا. تعمل خبز. هيك أنت حتسكرها، بنحط لهم خبز لما نجيب العصفور. هيك حنسكرها وربطها من هنا. حتربطش، حتعمل من فوق يا يامن. بنفسها من فوق حتربطها. كيف حتلزقها؟ نلزقها. بجيب لستين. وهي عمل لها باب من هان يمرق العصفور يرقد جوا ويشرب وياكل. الكرتونة جاهزة، بس ضايل ايش؟ العصفور يجي ينام هو وولاده فيها. والله احلى من خيمتنا على فكرة يا من طلعت احلى من خيمتنا. والله يا يامن انك شاطر. يعني طبعا هيك كرتونة يامن حلوة يا الموش. ايه حلوة والله حلوة. أمان. عجبتك؟ عجبتك يا ما. شوية بس ايش خبزة دفتفتها وحط لهم اياها. طيب ماشي. وعلبة. تعال نكمل جوا. صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم بدنا نكمل ايش؟ هي ايش كانت الليل وليلت ايش وطفى الجوال. قلت بكره بنشحن الجوال ومن نعملها. نكمل اليوم. يسعد صباحكم جميعا بألف خير. اليوم بقى الليلة اللي فاتت الليلة عتمت علينا والجوال طفى، فما قدرش يامن يكمل لوازم العش او البيت اللي عامله العصافير المخيم. فقرر ايش قلت يا يامن؟ الصبح بكمله. فقال يامن الصبح بكمله. هي صبح من الصبح متنشط كتير وقال لازم اكمله لانه الدنيا برد. 15 شيكل حاجه. ايوه. فيامن ايش اليوم بده يجهز اللي هي يحط لهم علبه للاكل. يلا نشوف يا يامن بيتك. امبارح وصلنا معاكم لحد ما يامن حط ايش علبه للميه. نكبت الميه. حط علبه للميه. فالايش اليوم بده يحط علبه للاكل يظبط عشان يحط لهم فيها خبز ويدفوا العصافير. شايفين كيف؟ والله احلى من خيمتنا يا يامن. طلع ما شاء الله عليه. هاي كمان حمود طالع يتشمس برا. طبعا قد اقص العلبه. ايش بدك تعمل يا يامن للاكل؟ العلبه. جبت علبه. انهي علبه؟ هي تقصها بالسكينه وتعملها لايش هذه؟ يا الاكل. هلا بتعرف تقصها؟ دير بالك. طيب ايش رايك اساعدك فيها؟ لا انا بقصها. كبرها شويه. استنى دير بالك ايدك. ركز. اساعدك. لا. هاي الفطابل. البياعين دايما حاضرين من الصبح. الله يرزق الناس يا ربي جميعا. أمير صحي من الصبح يلعب قلول. خلينا يامن نقصها أنا وياك سوا ونرجع. تمام. هات يا يامن أسهل. أي ماما يا جماعة جت تساعد يامن في قص العلبة. طبعا أنا يا جماعة اندهشت لما شفت يامن عامل بيت العصافير بالكرتونة. أحلى حاجة إنه إحنا عنا في غزة المخ الغزاوي بيشتغل وبنخترع من لا شيء يعني من كرتونة للوقيد اخترعنا منها عش للعصافير. يعني ماما تساعد يامن في قص العلبة. أساعدك يا يامن إنه السكينة خطر عليك. نقطع هذه يا جماعة والله يا جماعة أنا عارفة إنه العصافير مش حتدخل على الكرتونة، لكن لأجل خاطر يامن ما حبيتش أكسر خاطره وقلت خليه يفكر. هيك يا جماعة بنكون إيش خلصنا علبة الأكل تاعت يامن للعصافير. نشوف يامن إيش بده يعمل فيها. يلا يا يامن هيني جهزت لك إياها قصيتها. حطها ضايل تجيب فيها خبزة صغيرة ونحطها للعصافير. يا ماما هاي خبزة مفتفتة. طيب يلا حطها وحط إيش. بحطها هون. يلا بسرعة. حط لهم الأكلات بسرعة يا يمون.
بس ليش نزل البنطلون يا ماما، سقع الدنيا. هيا حط لهم اكل، ضروري ياكل العصافير، ما بينفعش حتى ولو ما فيش يطحي، لكن لازم نوفر للعصافير الاكل. هي من قاعد فتفت لهم الاكل. هاي ألمة كمان جابت لي خبز. مش جايبه له فتفت. مسكي لي اياهم. يلا يا يمو. هاي الموشة جت تساعد يامن تحط الخبز للعصافير. لما يجي العصفور طبعا ده فرقيه حمود والموشة. معقول حينام العصفور فيها يا يامن؟ يمكن بس بعلقها وين هنا. علقي لي اياها يا ماما. بعلقها لك يا حبيبي. طيب هات يلا القضايلة بس تحط المية. احط لك مية بدل اللي انكبت امبارح. هي لبينا الدنيا. سيبيها يا الموس، سيبيها انا بقيمها. ما عشان انا بدي افتفت هي. يلا لا ليش تمام هيك. تحطيها هنا. يلا هيك جهزت بيت العصافير. ضايل تسكروا من هنا. نلزقها لسه. طيب يلا لزقها. تجيب اللزق من مين؟ من ستة طبعا. جيب اللزق من ست ولزقها من فوق وبصير العصفور يمرق منها. شايفين والله بيت مرتب نياله العصفور اللي راح ينام فيه. شايفين حتى أطفالنا عندهم مخ غزاوي بامتياز، ما شاء الله عليكم. والله حلو يا يامن، كثير كثير. عجبك؟ كثير. مبسوط يامن انه ابدع. مين يا جماعة بفكر هيك تفكير؟ شايفين كيف عمل بيت للعصافير؟ راح اجيب اللزق من ستة. بنلزقها وهيك بيكون جهز بيت العصافير ليامن. تعال ايش بتقول للمتابعين؟ تحطوا لايك واشتراك واحنا نعتز فيكم. مع السلامة. ولما ان شاء الله نلاقي عصافير ويناموا في البيت راح نفرجيهم ايش؟ راح نفرجيهم العصافير. تمام. وان شاء الله بيعيشوا في ثبات ونبات. يلا مع السلامة. مع السلامة. لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك حتى تكبر القناة فيكم. ومع السلامة. تكون كرتونة يامن وبيت العصافير جاهز. هي لزقها، جاب لزق من ستة ولزقها. ايش ضايلة يامن؟ بس نحطها فوق الخيمة. يلا نادي على بابا يحط لك اياها فوق الخيمة. يلا بابا هيدا. هاي بابا اجا علق له الكرتونة، حط له اياها فوق الخيمة عشان يناموا العصافير يدفوا في الليل. هيك فتحت. معلش العصافير راح يدفوا ان شاء الله، والاجر لمين؟ ليامن. يلا مع السلامة.